مرحبا عليكم جميعا. اليوم راح نسوي لكم هاي طرشي العنبة. طريقته كلش سهلة وكلش بسيطة، بربع ساعة او نص ساعة تقدرون تسوون هاي العنبة، وبقلاص عنبة باودر واحد نقدر نسوي هاي الكمية كليتها. وطريقتها مثل ما عودتكم على وصفاتي كلهن سهلة وبسيطة، وتابعوا الفيديو عم تشوفون طريقة هاي الطرشي العنبة. طريقته كلش سهلة، ونفس الوقت بس يبرد تقدرون تاكلون من عنده. وتابعوا الفيديو للنهاية عم تشوفون طريقته المضبوطة. وهسه نبلش بالمواد اللي عندنا، اللي هي هنا عندنا لهانة. هنوخر البهارات. عندنا لهانة، اخذت لهانة كلش صغيرة، شوفوا شلون حجمها. اخذت ربعها، يعني هم مو نصها، ربع اللهانة. وعندي هنا فلفل حسب هنا رغبتكم الفلفل. وهنا عندي خيار، وهذا القرن البيض. والخيار نقسمها بالنص، هاي كبيرة نقسمها ثلاثة، هذا الشكل على مود ما يذبل عندنا الخيار. وهاي الصغيرة راح نعيفها. عندنا الفلفل حسب انتم ما تريدوها، يعني شلون ما تثرموا، تريدوا شرايح رفاع هيجي او تريدوا هيك عشوائي، هاي ظلت يمكم. وعندنا هاي اللهانة هماتين نثرمها، تريدون كبار تريدون صغار. انا هذا الحجم راح اثرمها. نثرم اللهانة والفلفل نكمل ونجيكم. هاي انا ثرمت، كملت اللهانة وكملت الفلفل، نخليهم القطرية. هاي اول خطوة نغطيها. تريدون تبلشون السلق مال الخيار واللهانة، او تريدون تبلشون بالعنبة، هاي ظلت يمكم. هنا نخليهم كلهم سوا بالقطرية. وش نضيف عليهم؟ نضيف عليهم خاشوقة أكل بهارات صفرة، ونص خاشوقة الأكل ملح، ونحضر عليهم مي. شوفوا المي وين يوصل، يعني المي وياها. شوف هسه من اضغط المي صاعد تقريبا نص اصبع عنهم، وراح اخليهم على الطبخ. اول ما يفورون احسب دقيقتين، اول ما يفور المي، مو من اخلي القدريه، لا، راح اخلي القدريه انا على الطبخ. اول ما يفور المي يقوم يقلب عندي، احسب دقيقتين واطفي النار على القدريه، وعلى السريع اصفيهم بالمصفي. انا راح اخليهم على الطباخ ونرجع نسوي العنبه وياكم. وهنا خلينا الخيار واللهانة ذني الخضروات خليناهن على الطباخ. نجي نبلش بالعنبة. نجيب هنا عندنا قدرية. قبل ما ابلش بالعنبة راح اراويكم هاي النوعية العنبة الثانية. شوفوا هاي عنبة، هاي عنبة شلون ما نقول سادة، كل شي ما خالي لها، هذا يصير لونها، لا خالي لها فلفل ولا مندوزي. اللي يحب العنبة الباردة يعني مو الحارة. اذا تحبون العنبة الحارة من تروحون للعطار قولوا له اريد عنبة حارة. هاي العنبة خال بيها بابريكا، وخال بيها لمندوز. اذا تشوفون الشي يلمع بيها شلون الملح، هاي هو كاملة من عنده حارة. هاي العنبة بيها فلفل يعني احمر حار، وبيها لمندوزي. هاي الباردة، اللي ما يحب الحارة يجيب هاي، واللي يحب الحارة يجيب من هاي العنبة، يصير هذا لونها. هسه نبلش. احنا حبيت اقول لكم هاي معلومة على مود اللي ما يعرف يستفاد من عندها. هنا عندنا قلاص، هذا القلاص العادي عندنا عنبة. وهنا نخلي من 4 قلاصات الى 5 قلاصات مي، نفس القلاص القسمة بالعنبة نقيس المي. هاي قلاصين
وهاي 3 وهاي 4. شو نضيف على العنبة؟ نضيف لها نص خاشوقة أكل ملح، ونضيف عليها هاي الليمون. إذا ليمونة صغيرة خلوا ليمونة كاملة، وإذا ليمونة كبيرة هسه شوفوا كبيرة راح أخلي نص ليمونة. ما عندكم ليمون تخلون نص قلاص أو أقل من نص قلاص خل، يا أما أحمر يعني العفو هذا الأسود الخل العادي مالتنا خل التمر، أو خل الأبيض، اثنيناتهم شغالات إذا ما تحبون تخلون ليمون أو ما متوفر عندكم ليمون. إذا ما متوفر لا ليمون ولا خل أسود وأبيض تقدرون تضيفون خاشوقة أكل لامندوزي إذا تحبوها حموضة، وإذا تحبوها نص نص خلوا نص خاشوقة أكل لامندوزي. هسه عندنا هاي الليمونة هنا راح نعصرها كليتها. أنا هنا مفرغة النور وخرت النور بالسكينة من الليمونة. وهسه خاشوقة تفجير خشب قبل ما نخليها على النار لازم نخلط العنبة الباودر ويا المي. هسه المرحلة الثانية نوديهم للطباخ، وراح نوديهم للطباخ ونرجع لكم. شوفوا هنا بهاي المرحلة خليت العنبة هنا المي اللي خبطت فيها العنبة الباودر ان كان مي حار او ان كان بارد، هاي الخطوة مو مهم. تريدون تخلون حار على مود يفور على السريع او بارد، هسه انا خليت بارد. راح اتانيها لحد ما تفور كل شوية، واظل اخلط فيها على مود شنو ما تتكتل من جوا، بس على مود كلها تنخلط عندي. أنا ضفت لها 4 قلاصات، راح أضيف لها القلاص الخامس مثل ما قلت لكم. من 4 قلاصات إلى 5 قلاصات أضيفوا لها مي، ونظل كل شوية نخوض فيها، ومن تفور نرجع لكم ونشوف الطريقة مالتها. هنا من توصل لهاي المرحلة يعني أول ما تقوم تقلب أنطرها شغلكم أقل نص دقيقة، ما أخليها هواي نهائيا، بس أشوفها تقلب 2 3 4 السريع أطفي النار عليها. هسه شوفوا قدامكم قامت تقلب، يعني نص دقيقة ما أبقيها يعني على الطباخ، السريع أوخرها من الطباخ. هاي المرحلة هاي النص دقيقة راح أعيدها أظل أخلط فيها. هي والطباخ النار تكون عالية عليها مو ناصية، النار تكون عالية. هسه راح أطفي عليها. هنا أنا بهاي المرحلة من نزلتها من الطباخ راح أضيف عليها مي بارد مو حار، مي بارد. أضيف عليها هذا أول قلاص، أريدها تكون خفيفة لأن أنا بالحرارة انتخنت عندي، يعني لازم أخففها. هاي ضفت لها قلاص وراح أضيف لها بعد نص قلاص، يعني المي ضفنا للقلاص الواحد العنبة ضفنا له 6 قلاصات ونص. أنا راح أخليها شوية تصير يعني دافية، إذا ثخينة عندي أخففها بعد المي، وإذا شفت هذا الخفية مالتها أضيف عليها الخضروات السلقتين، وراح أنطرها تدفى ونرجع لكم. هنا أنا عندي الخضروات اللي هي الهانة والخيار والفلفل. أول ما يقومن يفورن من يفورن أحسب لهم دقيقتين ضبط، من بعد الدقيقتين
اصفيهم ونرجع لكم نكمل الطرش العقبة. انا هنا صفيت من بعد الدقيقتين، صفيت المواد اللي عندي. وهنا الخيار تريدون تسووه يعني بالطول هيجي، او تريدون تسووه دوائر، هذا الاختيار لكم. ولما اذا سووا الدوائر كون تسووها يعني شويه ثخينه على مود شكلها يصير حلو. راح اكمل ذني ونرجع لكم. وهنا رجعنا لكم. العنبه صارت تقريبا دافيه عندنا. هنا صارت يعني كل ما تدفى، كل ما تبرد كل ما تثخن. فانا راح اخلي لها بعد قلاص مي، لان ما اريدها ثخينه كلش. هسه احنا حاليا ويا هذا القلاص صار عندنا 7 قلاصات ونص احنا ضايفين على العنبه. بس نخلطها شويه ونضيف هاي المواد. انا كل ما اسويها اخلي الجزر، بس هالمره جزر ما عندي. هم الجزر تثرموه اذا حبيتوا يعني تخلون جزر وتسلقوه، كون تثرموه شرايح اطوال الجزر على مود شويه يستوي، لان عندنا الجزر احنا ما يستوي على السريع، نسويه شرايح اطوال. وهاي العنبه، عنبه الطرشي كملت قدامكم، ويكون هذا ثخنها. واذا بردت راح تثخن عندكم بعد شويه، مو هواي. وهسه شوفوا شكلها وثخنها وريحتها تخبل. طريقتها سهله وبسيطه، ويا ريت تجربون هاي الطريقه وتخلوها بالثلاجه ما عليها شي نهائيا، بحفظه بدبه صغيره وتخلوها بالثلاجه ايش قد ما تظل عندكم ما عليها شي. المهم تخلوها بالثلاجه، وش وقت ما تحبون تطلعون من عندها. وألف عافية مقدما لكم، وشكرا لكم وشكرا لمتابعتكم الحلوة. ولا تنسون اللايك الحلو، لأن اللايك إن شاء الله يكبر القناة بوجودكم ومشاهداتكم الحلوة. شكرا لكم ولمتابعتكم الحلوة.